السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هفسحك في اسكندرية ب5 جنيه بس، يعني بربع ريال. دي حديقة الحيوان في الاسكندرية. ده يا جماعة بيت الزرافة الله يرحمها، وده تذكار ليها، لأن أي إنسان بعد ما يموت لازم نحط له تذكار. إنما ده بقى شوية فراخ في حديقة الحيوان، أيوه، شوية فراخ في حديقة الحيوان. لو أنت مشفتهمش في البيت عندك هتلاقيهم في حديقة الحيوان في اسكندرية. شوية بقى نشاط وزي الفل، ويا معلم ربي واتكل على الله. فراخ وديوك والدنيا زي الفل يا جماعة في حديقة الحيوان بالاسكندرية. انما ده بقى الدب فارس. الناس اللي متعرفوش هو دب اسمه الدب فارس، هما بيسموه كده الدب فارس. وعايش حياته شوية مية بقى والدنيا فل الفل. يا سلام عليك يا دب فارس. بيحاولوا ان هم يهيئوه ل ان هو يعيش في بيئة هو بياكل رز، بس للأسف بياكل الرز ده في الآخر خالص بعد الناس ما تمشي. ده بقى يا جماعة حاجة اسمه طائر الفلامنكو. ده فعلا موفر له بيئته، البيئة بتاعته. ده بياكل بالمناسبة بياكل سمك، أيوة بياكل سمك. طائر كده سبحان الله الخلاق. طائر جامد جدا جدا يا جماعة، وفي بيئة وبحيرة والدنيا زي الفل. شايفين منقاره عامل ازاي؟ منقاره زي الفل، شايفين؟ ده اسمه طائر الفلامنكو او الايه، او بيسموه ايه مش متذكر اوي. بعد كده يا جماعة هندخل بقى على البط والوز، ايوه بقى يا معلم. فاكرين فيلم هنيدي؟ الراجل دخل وشد البطة وذبحها وحمرها وشوقها. ده بقى البط بقى الايه المصري. هوريك في فيديو تاني البط الهولندي عامل ازاي. بس يا جماعة البطاية بطاية يعني البطاية دي توصل لها 1000 جنيه دلوقتي، اللهم بارك اللهم صل على النبي. أحلى حاجة في البط إن هو متوفر له بيئته، تمام، اللي هي يعيش فيها بحيرة كبيرة جدا جدا جدا. والبط ما شاء الله عليه دي البحيرة اللي في حديقة الحيوان بالاسكندرية. حاجة كده يعني ما شاء الله عليها لحد دلوقتي الدنيا زي الفل. انما بقى ده بقى الضبع، هو للاسف مش لاقي ياكل، هو هزلان شوية لكن شغال زي الفل. تحس ان هو يعني مش ضبع بنفسه كده يعني عاوز حد ياكله، عاوز حد يغذيه. ده الضبع يا جماعة. الضبع ده على فكرة بياكل لحوم، وده الضبع اللي هو الكلب بيخاف منه. وده بقى الدب يا جماعة، الدب فارس. يا سلام عليك يا دب فارس. وده بقى الثعلب المكار. هو صغير شوية بس وما بياكلش شوية، بس لما هياكل هيبقى زي الفل. لو حالك احسن من حاله قول الحمد لله. ده الثعلب المكار. هو صغير شوية خلي بالك، بس دقرم أوي 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 في نفسه. شايفين؟ دي حديقة الحيوان باسكندرية. الراجل اهو بيحط له اللحمة وهوب يا بطل. شوف النطة، شوف الحلاوة، شوف الرشاقة، شوف الجمال. اهو ده اسمه الثعلب المكار اللي كانوا بيدرسوا لنا. هوب، شايفين؟ شايفين القفزة قد ايه؟ ما شاء الله عليك يا ثعلب يا مكار. بعد كده هندخل على جبلية القرود. يا سلام على جبلية القرود. اهو دوت القرد. القرد ده على فكرة يا جماعة من أشرس القرود، خلي بالك. يعني انت خلي بالك جدا ان هو من أشرس القرود وما بيحبش الإنسان على فكرة. وان هو بيتزاوج ما شاء الله وعياله موجودين. ودي اسمها جبلية القرود. اهيت جبلية القرود ديت في حديقة الحيوان بالاسكندرية. يا عيني بشوف ناس كتيرة جدا جدا وقع موبايلاتها وقع حاجاتها، بس الحمد لله في الاخر حارس بيطلع يجيبها. وده القرد ماشي لحاله في جبليته. اهي دي اسمها جبلية القرود يا جماعة بالاسكندرية. شايفين؟ دي جولة في مدينة الإسكندرية، حديقة الحيوان. أمه 5 جنيه، هتتفسح وتظبط حالك ب5 جنيه. يعني ممكن معرفش ب1 سنت أو بالريال السعودي ممكن ب20 هللة.
شايفين؟ ده جبلاية القرود بالاسكندرية. ماشيين كده ايه، قرد في نفسه. اللهم بارك، قرد في نفسه. وده بقى النسناس. هندخل بقى على النسناس. النسناس اهوت، بتاكله سوداني وبتتصور معاه، وحاجة يعني زي الفل. ليه بقى النعامة بقى؟ يا سلام على النعامة. اهو بقى النعام ده زي الفل، وبتدخل بتتصور معاها، ولو معاك طفل صغير بتركبه على النعامة وبتجري بيها. انما بقى الاسد اهوت يا عيني، هو اسد لكن مرهق شوية. يعني تحس ان هو يعني معضم شوية، بس ما علينا. شوية شوية وهياكل. هو الاسد يعني عضلاته باينة، هو اسد عامل سكس باك يا جماعة. هو الاسد عامل السكس باك. هو هو معلش يعني هو بيعمل رياضة. الاسد شوية 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 جعان، بس مسيره ياكل. ومسير الحلو يبقى ايه، زي الفل. اهو ده اسد. هو اسد بس مش اسد. يعني هو اسد شكلا، بس مش اسد في نفسه. انما يا عيني بص، شايفين بطنه عامله ازاي؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. وده بقى النمر. تحس ان هو يا عيني، يعني انا مش عارف اتكلم. هو شكلا اسد، بس يعني مش عارف. المفروض يعني ياكل اكتر من كده شويه. ودوت يا جماعه بقى النمر. 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 انما بقى وادي الراجل الطيب بياكل الاسد حته لحمه. حته اللحمه ديت تقريبا معرفش الواحده ب5 جنيه او ب10 جنيه، لو انت عاوز تاكله وتتصور في عندهم اسد صغير جدا جدا جدا، ممكن تتصور معاه. وده كمان اسد، بس هو مش مسرح شعره، ويعني لسه ما اتغداش. شوفوا ده لما يتغدى بقى ده. شوفوا ده لما يتغدى. اللهم صل على النبي واللهم بارك. دي طبعا فراخ. الفراخ دي في حديقة الحيوان بالاسكندرية. يا عيني يا عيني، لو انت مشفتهاش عندك في البيت هتشوفها في حديقة الحيوان بالاسكندرية. شايفين؟ وكل ده تذكرتها ب5 جنيه بس. يعني حاجة اللهم بارك. على فكرة والله يعني حديقة الحيوان باسكندرية جميلة جدا جدا جدا، ولكن هي بس يعني نقصها بس شوية رعاية وشوية إن احنا نزود فيها حيوانات، وإن شاء الله يعني هتبقى زي الفل. ده الفراخ والديوك. الناس اللي ما شفتهاش في بيتها هتشوفها في حديقة الحيوان بالاسكندرية. يا سلام يا سلام. لو عندك شوية لو عندك شوية فراخ، اتفرج عليهم في حديقة الحيوان باسكندرية. دي بقى الطاووس. وده بقى طائر الفلامنكو. شايفين ما شاء الله؟ سبحان الخالق بجد والله. شايفين؟ شايفين؟ يعني جمال بوزه وجمال حركاته، ما شاء الله اللهم بارك يعني. حديقة الحيوان في الإسكندرية فين؟ في النزهة. بتفتح جميع الأيام من الساعة الصبح، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 6 مساء، ما عدا يوم التلات. دي حديقة الحيوان بالإسكندرية. تذكرتها بكام؟ تذكرتها ب5 جنيه بس. إنما ده بقى الطاووس. وآدي الطاووس ما شاء الله، ألوانه خلابة، تشوفها تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حاجة كده في منتهى الروعة، تبارك الخالق. ده طبعا عيش بياكل الطاووس. بعد كده يا جماعة هنخش بقى على ايه؟ ها؟ زي ما توقعتوا ايه؟ ده إيه اللي هو كلب البحر. بس للأسف معلش كان بعيد عليا شوية. كلب البحر ده برضك متاح انك تتصور مع كلب البحر. وكلب البحر حاجة زي الفل. ده زي ما قلنا طائر. وهنا هو بيأكل طائر البعبع. اسمه الفلبانكو. حاجة كده زي الفل. ما شاء الله بياكل طبعا تبارك سمك. الله. ويا ديت حديقة سلام. الحيوان بالاسكندرية. انا بحاول يعني اجيب لك معظم الطيور اللي موجودة في حديقة الحيوان بالاسكندرية، كفسحة وتجوال للناس اللي في اسكندرية وجاية وعاوزة تصيف. وبتروح فين؟ انا ان شاء الله القناة على فكرة
مهتمة بالسياحة الداخلية وبرضك السياحة الخارجية لدول أوروبا ومصر تحديدا يعني. ودوت حمام للي ما شافش حمام قبل كده في بيته. انا مش عارف ليه، هل بيحطوا الحمام ده، هل بيكون فقر في الحيوانات، ولا عشان خاطر هما بيعرضوا كل انواع الثقافات وكل انواع الحيوانات. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك وكومنت، وان شاء الله هيصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.